سعيد بن عامر الجمحي. كان الفتى سعيد بن عامر الجمحي واحدا من الآلاف المؤلفة الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة من زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب بن عدي أحد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن ظفروا به غدرا. وقد مكنه شبابه الموفور وفتوته المتدفقة من أن يزاحم الناس بالمناكب، حتى حاذى شيوخ قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وغيرهما ممن يتصدرون الموكب. وقد أتاح له ذلك أن يرى أسير قريش مكبلا بقيوده، وأكف النساء والصبيان والشبان تدفعه إلى ساحة الموت دفعا، لينتقموا من محمد في شخصه وليثأروا لقتلاهم في بدر بقتله. ولما وصلت هذه الجموع الحاشدة بأسيرها إلى المكان المعد لقتله، وقف الفتى سعيد بن عامر الجمحي بقامته الممدودة يطل على خبيب وهو يقدم إلى خشبة الصلب، وسمع صوته الثابت الهادئ من خلال صياح النسوة والصبيان وهو يقول: إن شئتم أن تتركوني أركع ركعتين قبل مصرعي فافعلوا. ثم نظر إليه وهو يستقبل الكعبة ويصلي ركعتين، يا لحسنهما ويا لتمامهما. ثم رآه يقبل على زعماء القوم ويقول: والله لولا أن تظنوا أني أطلت الصلاة جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاة. ثم شهد قومه بعيني رأسه وهم يمثلون بخبيب حيا، فيقطعون من جسده القطعة تلو القطعة وهم يقولون له: أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت ناج؟ فيقول والدماء تنزف منه: والله ما أحب أن أكون آمنا وادعا في أهلي وولدي، وأن محمدا يؤخذ بشوكة. فيلوح الناس بأيديهم في الفضاء ويتعالى صياحهم أن اقتلوه اقتلوه. ثم أبصر سعيد بن عامر خبيبا يرفع بصره إلى السماء من فوق خشبة الصلب ويقول: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم لفظ أنفاسه الأخيرة وبه ما لم يستطع إحصاءه من ضربات السيوف وطعنات الرماح. عادت قريش إلى مكة ونسيت في زحمة الأحداث الجسام خبيبا ومصرعه، لكن الفتى اليافع سعيد بن عامر الجمحي لم يغب خبيب عن خاطره لحظة. كان يراه في حلمه إذا نام، ويراه بخياله وهو مستيقظ، ويمثل أمامه وهو يصلي ركعتيه الهادئتين المطمئنتين أمام خشبة الصلب، ويسمع رنين صوته في أذنيه وهو يدعو على قريش، فيخشى أن تصعقه صاعقة أو تخر عليه صخرة من السماء. ثم إن خبيبا علم سعيدا ما لم يكن يعلم من قبل، علمه أن الحياة الحقة عقيدة وجهاد في سبيل العقيدة حتى الموت. علمه أيضا أن الإيمان الراسخ يفعل الأعاجيب ويصنع المعجزات. علمه أمرا آخر، هو أن الرجل الذي يحبه أصحابه كل هذا الحب إنما هو نبي مؤيد من السماء. عند ذلك شرح الله صدر سعيد بن عامر إلى الإسلام، فقام في ملأ من الناس وأعلن براءته من آثام قريش وأوزارها، وخلعه لأصنامها وأوثانها، ودخوله في دين الله. هاجر سعيد بن عامر إلى المدينة ولزم رسول الله صلوات الله عليه، وشهد معه خيبر وما بعدها من الغزوات. ولما انتقل النبي الكريم
إلى جوار ربه وهو راض عنه، ظل من بعده سيفا مسلولا في أيدي خليفتيه أبي بكر وعمر. عاش مثلا فريدا فذا للمؤمن الذي اشترى الآخرة بالدنيا وآثر مرضاة الله وثوابه على سائر رغبات النفس وشهوات الجسد. وكان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفان لسعيد بن عامر صدقه وتقواه، ويستمعان إلى نصحه ويصيخان إلى قوله. دخل على عمر بن الخطاب في أول خلافته فقال: يا عمر، أوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله، وألا يخالف قولك فعلك، فإن خير القول ما صدقه الفعل. يا عمر، أقم وجهك لمن ولاك الله أمره من بعيد المسلمين وقريبهم، وأحب لهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك، وخذ الغمرات إلى الحق ولا تخف في الله لومة لائم. فقال عمر: ومن يستطيع ذلك يا سعيد؟ فقال: يستطيعه رجل مثلك ممن ولاهم الله أمر أمة محمد وليس بينه وبين الله أحد. عند ذلك دعا عمر بن الخطاب سعيدا إلى مؤازرته وقال: يا سعيد، إن مولوك على أهل حمص. فقال: يا عمر، نشدتك الله ألا تفتنني. فغضب عمر وقال: ويحكم، وضعتم هذا الأمر في عنقي ثم تخليتم عني، والله لا أدعك. ثم ولاه على حمص وقال: ألا نفرض لك رزقا؟ قال: وما أفعل به يا أمير المؤمنين؟ فإن عطائي من بيت المال يزيد عن حاجتي. ثم مضى إلى حمص. وما هو إلا قليل حتى وفد على أمير المؤمنين بعض من يثق بهم من أهل حمص، فقال لهم: اكتبوا لي أسماء فقرائكم حتى أسد حاجتهم. فرفعوا كتابا فإذا فيه فلان وفلان وسعيد بن عامر. فقال: ومن سعيد بن عامر؟ فقالوا: أميرنا. قال: أميركم فقير؟ قالوا: نعم، ووالله إنه لتمر عليه الأيام الطوال ولا يوقد في بيته نار. فبكى عمر حتى بللت دموعه لحيته، ثم عمد إلى 1000 دينار فجعلها في صرة وقال: اقرأوا عليه السلام مني وقولوا له: بعث إليك أمير المؤمنين بهذا المال لتستعين به على قضاء حاجاتك. جاء الوفد لسعيد بالصرة فنظر إليها فإذا هي دنانير، فجعل يبعدها عنه وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنما نزلت به نازلة أو حل بساحته خطب. فهبت زوجته مذعورة وقالت: ما شأنك يا سعيد؟ أمات أمير المؤمنين؟ قال: بل أعظم من ذلك. قالت: أصيب المسلمون في وقعة؟ قال: بل أعظم من ذلك. قالت: وما أعظم من ذلك؟ قال: دخلت علي الدنيا لتفسد آخرتي وحلت الفتنة في بيتي. قالت: تخلص منها، وهي لا تدري من أمر الدنانير شيئا. قال: أو تعينينني على ذلك؟ قالت: نعم. فأخذ الدنانير فجعلها في صرر ثم وزعها على فقراء المسلمين. لم يمض على ذلك طويل وقت حتى أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ديار الشام يتفقد أحوالها، فلما نزل بحمص وكانت تدعى الكويفة، وهو تصغير للكوفة وتشبيه لحمص بها لكثرة شكوى أهلها من عمالهم وولاتهم كما كان يفعل أهل الكوفة، فلما نزل بها لقيه أهلها للسلام عليه، فقال: كيف وجدتم أميركم؟ فشكوه إليه وذكروا 4 من أفعاله كل واحد منها أعظم من الآخر. قال عمر: فجمعت بينه وبينهم ودعوت الله ألا يخيب ظني فيه، فقد كنت عظيم الثقة به.
فلما أصبحوا عندي هم وأميرهم قلت: ما تشكون من أميركم؟ قالوا: لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. فقلت: وما تقول في ذلك يا سعيد؟ فسكت قليلا ثم قال: والله إني كنت أكره أن أقول ذلك، أما وإنه لا بد منه، فإنه ليس لأهلي خادم، فأقوم في كل صباح فأعجن لهم عجينهم، ثم أتريث قليلا حتى يختمر، ثم أخبزه لهم، ثم أتوضأ وأخرج للناس. قال عمر: فقلت لهم: وما تشكون منه أيضا؟ قالوا: إنه لا يجيب أحدا بليل. قلت: وما تقول في ذلك يا سعيد؟ قال: إني والله كنت أكره أن أعلن هذا أيضا، فأنا قد جعلت النهار لهم والليل لله عز وجل. قلت: وما تشكون منه أيضا؟ قالوا: إنه لا يخرج إلينا يوما في الشهر. قلت: وما هذا يا سعيد؟ قال: ليس لي خادم وليس عندي ثياب غير التي علي، فأنا أغسلها في الشهر مرة وأنتظرها حتى تجف، ثم أخرج إليهم في آخر النهار. ثم قلت: وما تشكون منه أيضا؟ قالوا: تصيبه من حين إلى آخر غشية فيغيب عمن في مجلسه. فقلت: وما هذا يا سعيد؟ فقال: شهدت مصرع خبيب بن عدي وأنا مشرك، ورأيت قريشا تقطع جسده وهي تقول: أتحب أن يكون محمد مكانك؟ فيقول: والله ما أحب أن أكون آمنا في أهلي وولدي وأن محمدا تشوكه شوكة، وإني والله ما ذكرت ذلك اليوم وكيف أني تركت نصرته إلا ظننت أن الله لا يغفر لي، وأصابتني تلك الغشية. عند ذلك قال عمر: الحمد لله الذي لم يخيب ظني به. ثم بعث له ب1,000 دينار ليستعين بها على حاجته. فلما رأته زوجته قالت له: الحمد لله الذي أغنانا عن خدمتك، اشتر لنا مؤونة واستأجر لنا خادمة. فقال لها: وهل لك فيما هو خير من ذلك؟ قالت: وما ذاك؟ قال: ندفعها إلى من يأتينا بها ونحن أحوج ما نكون إليها. قالت: وما ذاك؟ قال: نقرضها الله قرضا حسنا. قالت: نعم، وجزيت خيرا. فما غادر مجلسه الذي هو فيه حتى جعل الدنانير في صرر، وقال لواحد من أهله: انطلق بها إلى أرملة فلان، وإلى أيتام فلان، وإلى مساكين آل فلان، وإلى معوزي آل فلان. رضي الله عن سعيد بن عامر الجمحي، فقد كان من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. الطفيل بن عمرو الدوسي. سيد قبيلة دوس في الجاهلية، وشريف من أشراف العرب المرموقين، وواحد من أصحاب المروءات المعدودين. لا تنزل له قدر عن نار، ولا يوصد له باب أمام طارق. يطعم الجائع ويؤمن الخائف ويجير المستجير، وهو إلى ذلك أديب أريب لبيب، وشاعر مرهف الحس رقيق الشعور، بصير بحلو البيان ومره، حيث تفعل فيه الكلمة فعل السحر. غادر الطفيل منازل قومه في تهامة متوجها إلى مكة، ورحى الصراع دائرة بين الرسول الكريم صلوات الله عليه وكفار قريش، كل يريد أن يكسب لنفسه الأنصار ويجتذب لحزبه الأعوان. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه يدعو لربه، وسلاحه الإيمان والحق، وكفار قريش يقاومون دعوته بكل سلاح ويصدون الناس عنه بكل وسيلة.
ووجد الطفيل نفسه يدخل في هذه المعركة على غير أهبة ويخوض غمارها عن غير قصد، فهو لم يقدم إلى مكة لهذا الغرض، ولا خطر له أمر محمد وقريش قبل ذلك على بال. ومن هنا كانت للطفيل بن عمرو مع هذا الصراع حكاية لا تنسى، فلنستمع إليها فإنها من غرائب القصص. حدث الطفيل قال: قدمت مكة فما إن رآني سادة قريش حتى أقبلوا علي فرحبوا بي أكرم ترحيب وأنزلوني فيهم أعز منزل، ثم اجتمع إلي سادتهم وكبراؤهم وقالوا: يا طفيل، إنك قد قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قد أفسد أمرنا ومزق شملنا وشتت جماعتنا، ونحن إنما نخشى أن يحل بك وبزعامتك في قومك ما قد حل بنا، فلا تكلم الرجل ولا تسمعن منه شيئا، فإن له قولا كالسحر يفرق بين الولد وأبيه، وبين الأخ وأخيه، وبين الزوجة وزوجها. قال الطفيل: فوالله ما زالوا بي يقصون علي من غرائب أخباره ويخوفونني على نفسي وقومي بعجائب أفعاله، حتى أجمعت أمري على ألا أقترب منه وألا أكلمه أو أسمع منه شيئا. ولما غدوت إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها التي كنا إليها نحج وإياها نعظم، حشوت في أذني قطنا خوفا من أن يلامس سمعي شيء من قول محمد، لكني ما إن دخلت المسجد حتى وجدته قائما يصلي عند الكعبة صلاة غير صلاتنا، ويتعبد عبادة غير عبادتنا، فأسرني منظره وهزتني عبادته، ووجدت نفسي أدنو منه شيئا فشيئا على غير قصد مني حتى أصبحت قريبا منه، وأبى الله إلا أن يصل إلى سمعي بعض مما يقول، فسمعت كلاما حسنا وقلت في نفسي: ثكلتك أمك يا طفيل، إنك لرجل لبيب شاعر، وما يخفى عليك الحسن من القبيح، فما يمنعك أن تسمع من الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. قال الطفيل: ثم مكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فتبعته حتى إذا دخل داره دخلت عليه، فقلت: يا محمد، إن قومك قد قالوا لي عنك كذا وكذا وكذا، فوالله ما برحوا يخوفونني من أمرك، حتى سددت أذني بقطن لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني شيئا منه، فوجدته حسنا، فاعرض علي أمرك. فعرض علي أمره وقرأ لي سورة الإخلاص والفلق، فوالله ما سمعت قولا أحسن من قوله، ولا رأيت أمرا أعدل من أمره. عند ذلك بسطت يدي له وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ودخلت في الإسلام. قال الطفيل: ثم أقمت في مكة زمنا تعلمت فيه أمور الإسلام، وحفظت فيه ما تيسر لي من القرآن، ولما عزمت على العودة إلى قومي قلت: يا رسول الله، إني امرؤ مطاع في عشيرتي، وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا فيما أدعوهم إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل له آية. فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت في موضع مشرف على منازلهم وقع نور فيما بين عيني مثل المصباح، فقلت: اللهم اجعله في غير وجهي، فإني أخشى أن يظنوا أنها عقوبة وقعت في وجهي لمفارقة دينهم. فتحول النور فوقع في رأس صوتي،
فجعل الناس يتراءون ذلك النور في سوطي كالقنديل المعلق وأنا أهبط إليهم من الثنية. فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا، فقلت: إليك عني يا أبتي، فلست منك ولست مني. قال: ولم يا بني؟ قلت: لقد أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أي بني، ديني دينك. فقلت: اذهب واغتسل وطهر ثيابك ثم تعال حتى أعلمك ما علمت. فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. ثم جاءت زوجتي فقلت: إليك عني، فلست منك ولست مني. قالت: ولم؟ بأبي أنت وأمي. فقلت: فرق بيني وبينك الإسلام، فقد أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: فديني دينك. قلت: فاذهبي فتطهري من ماء ذي الشرى. وذو الشرى صنم لدوس حوله ماء يهبط من الجبل. فقالت: بأبي أنت وأمي، أتخشى على الصبية شيئا من ذي الشرى؟ فقلت: تبا لك ولذي الشرى. قلت لك: اذهبي واغتسلي هناك بعيدا عن الناس، وأنا ضامن لك ألا يفعل هذا الحجر الأصم شيئا. فذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت. ثم دعوت دوسا فأبطأوا علي إلا أبا هريرة، فقد كان أسرع الناس إسلاما. قال الطفيل: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ومعي أبو هريرة، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: ما وراءك يا طفيل؟ فقلت: قلوب عليها أكنة وكفر شديد، لقد غلب على دوس الفسوق والعصيان. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ وصلى ورفع يده إلى السماء. قال أبو هريرة: فلما رأيته كذلك خفت أن يدعو على قومي فيهلكوا، فقلت: وقوماه. لكن الرسول صلوات الله عليه جعل يقول: اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا. ثم التفت إلى الطفيل وقال: ارجع إلى قومك وارفق بهم وادعهم إلى الإسلام. قال الطفيل: فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضت بدر وأحد والخندق، فقدمت على النبي ومعي 80 بيتا من دوس أسلموا وحسن إسلامهم، فسر بنا رسول الله وأسهم لنا مع المسلمين من غنائم خيبر. فقلنا: يا رسول الله، اجعلنا ميمنتك في كل غزوة تغزوها، واجعل شعارنا مبرور. قال الطفيل: ثم لم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة، فقلت: يا رسول الله، ابعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة حتى أحرقه. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، فسار إلى الصنم في سرية من قومه، فلما بلغه وهم بإحراقه اجتمع حوله النساء والرجال والأطفال يتربصون به الشر وينتظرون أن تصعقه صاعقة إن هو نال ذا الكفين بضر. لكن الطفيل أقبل على الصنم على مشهد من عباده وجعل يضرم النار في فؤاده وهو يرتجز: يا ذا الكفين، لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك، إني حشوت النار في فؤادك. وما إن التهمت النار الصنم حتى التهمت معها ما تبقى من الشرك في دوس، فأسلم القوم جميعا وحسن إسلامهم. ظل الطفيل بن عمرو بعد ذلك ملازما لرسول الله صلوات الله عليه حتى قبض النبي إلى جوار ربه. ولما آلت الخلافة من بعده إلى صاحبه الصديق، وضع الطفيل نفسه وسيفه وولده في طاعة خليفة رسول الله،
ولما نشبت حروب الردة نفر الطفيل في طليعة جيش المسلمين لحرب مسيلمة الكذاب ومعه ابنه عمرو، وفيما هو في طريقه إلى اليمامة رأى رؤيا، فقال لأصحابه: إني رأيت رؤيا فعبروها لي. فقالوا: وما رأيت؟ قال: رأيت أن رأسي قد حلق، وأن طائرا خرج من فمي، وأن امرأة أدخلتني في بطنها، وأن ابني عمرا جعل يطلبني حثيثا لكنه حيل بيني وبينه. فقالوا: خيرا. فقال: أما أنا والله لقد أولتها. أما حلق رأسي فذلك أنه يقطع، وأما الطائر الذي خرج من فمي فهو روحي، وأما المرأة التي أدخلتني في بطنها فهي الأرض تحفر لي فأدفن في جوفها، وإني لأرجو أن أقتل شهيدا. وأما طلب ابني لي فهو يعني أنه يطلب الشهادة التي سأحظى بها إذا أذن الله، لكنه يدركها فيما بعد. وفي معركة اليمامة أبلى الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي أعظم البلاء حتى خر صريعا شهيدا على أرض المعركة. وأما ابنه عمرو فما زال يقاتل حتى أثخنته الجراح وقطعت كفه اليمنى، فعاد إلى المدينة مخلفا على أرض اليمامة أباه ويده. وفي خلافة عمر بن الخطاب دخل عليه عمرو بن الطفيل، فأتي للفاروق بطعام والناس جلوس عنده، فدعا القوم إلى طعامه، فتنحى عمرو عنه، فقال له الفاروق: ما لك؟ لعلك تأخرت عن الطعام خجلا من يدك. قال: أجل يا أمير المؤمنين. قال: والله لا أذوق هذا الطعام حتى تخلطه بيدك المقطوعة، والله ما في القوم أحد بعضه في الجنة إلا أنت. يريد بذلك يده. ظل حلم الشهادة يلوح لعمرو منذ فارق أباه، فلما كانت معركة اليرموك بادر إليها عمرو مع المبادرين، وما زال يقاتل حتى أدرك الشهادة التي مناه بها أبوه. رحم الله الطفيل بن عمرو الدوسي، فهو الشهيد وأبو الشهيد. عبد الله بن حذافة السهمي. بطل قصتنا هذه رجل من الصحابة يسمى عبد الله بن حذافة السهمي. لقد كان في وسع التاريخ أن يمر بهذا الرجل كما مر بملايين العرب من قبله دون أن يأبه لهم أو يخطروا له على بال، لكن الإسلام العظيم أتاح لعبد الله بن حذافة السهمي أن يلقى سيدي الدنيا في زمانه، كسرى ملك الفرس وقيصر عظيم الروم، وأن تكون له مع كل منهما قصة ما تزال تعيها ذاكرة الدهر ويرويها لسان التاريخ. أما قصته مع كسرى ملك الفرس فكانت في السنة 6 للهجرة، حين عزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث طائفة من أصحابه بكتب إلى ملوك الأعاجم يدعوهم فيها إلى الإسلام. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدر خطورة هذه المهمة، فهؤلاء الرسل سيذهبون إلى بلاد نائية لا عهد لهم بها من قبل، وهم يجهلون لغات تلك البلاد ولا يعرفون شيئا من أمزجة ملوكها، ثم إنهم سيدعون هؤلاء الملوك إلى ترك أديانهم ومفارقة عزهم وسلطانهم والدخول في دين قوم كانوا إلى الأمس القريب من بعض أتباعهم. إنها رحلة خطرة، الذاهب فيها مفقود والعائد منها مولود. لذا
جمع الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه وقام فيهم خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه وتشهد ثم قال: أما بعد، فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم، فلا تختلفوا علي كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن مريم. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن يا رسول الله نؤدي عنك ما تريد، فابعثنا حيث شئت. انتدب عليه الصلاة والسلام 6 من الصحابة ليحملوا كتبه إلى ملوك العرب والعجم، وكان أحد هؤلاء 6 عبد الله بن حذافة السهمي، فقد اختير لحمل رسالة النبي صلوات الله عليه إلى كسرى ملك الفرس. جهز عبد الله بن حذافة راحلته وودع صاحبته وولده، ومضى إلى غايته ترفعه النجاد وتحطه الوهاد، وحيدا فريدا ليس معه إلا الله، حتى بلغ ديار فارس، فاستأذن بالدخول على ملكها، وأخطر الحاشية بالرسالة التي يحملها له. عند ذلك أمر كسرى بإيوانه فزين، ودعا عظماء فارس لحضور مجلسه فحضروا، ثم أذن لعبد الله بن حذافة بالدخول عليه. دخل عبد الله بن حذافة على سيد فارس مشتملا شملته الرقيقة، مرتديا عباءته الصفيقة، عليه بساطة الأعراب، لكنه كان عالي الهامة مشدود القامة، تتأجج بين جوانحه عزة الإسلام، وتتوقد في فؤاده كبرياء الإيمان. فما إن رآه كسرى مقبلا حتى أومأ إلى أحد رجاله بأن يأخذ الكتاب من يده، فقال: لا، إنما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدفعه لك يدا بيد، وأنا لا أخالف أمرا لرسول الله. فقال كسرى لرجاله: اتركوه يدنو مني. فدنا من كسرى حتى ناوله الكتاب بيده، ثم دعا كسرى كاتبا عربيا من أهل الحيرة، وأمره أن يفض الكتاب بين يديه وأن يقرأه عليه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى. فما إن سمع كسرى من الرسالة هذا المقدار حتى اشتعلت نار الغضب في صدره، فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بنفسه، فجذب الرسالة من يد كاتبه وجعل يمزقها دون أن يعلم ما فيها، وهو يصيح: أيكتب لي بهذا وهو عبدي؟ ثم أمر بعبد الله بن حذافة أن يخرج من مجلسه، فأخرج. خرج عبد الله بن حذافة من مجلس كسرى وهو لا يدري ما يفعل الله له، أيقتل أم يترك حرا طليقا، لكنه ما لبث أن قال: والله ما أبالي على أي حال أكون بعد أن أديت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركب راحلته وانطلق. ولما سكت عن كسرى الغضب أمر بأن يدخل عليه عبد الله، فلم يوجد، فالتمسوه فلم يقفوا له على أثر، فطلبوه في الطريق إلى جزيرة العرب فوجدوه قد سبق. فلما قدم عبد الله على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما كان من أمر كسرى وتمزيقه الكتاب، فما زاد عليه الصلاة والسلام على أن قال: مزق الله ملكه. أما كسرى فقد كتب إلى باذان نائبه على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل الذي ظهر بالحجاز رجلين جلدين من عندك، ومرهما أن يأتياني به. فبعث باذان رجلين من خيرة رجاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملهما رسالة له يأمره فيها بأن ينصرف معهما إلى لقاء كسرى دون إبطاء، وطلب إلى الرجلين أن يقف على خبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يستقصي أمره، وأن يأتياه بما يقفان عليه من معلومات.
خرج الرجلان يغذان السير حتى بلغ الطائف، فوجدا رجالا تجارا من قريش، فسألاهم عن محمد عليه الصلاة والسلام، فقالوا هو في يثرب. ثم مضى التجار إلى مكة فرحين مستبشرين، وجعلوا يهنئون قريشا ويقولون قروا عينا، فإن كسرى تصدى لمحمد وكفاكم شره. أما الرجلان فيمما وجهيهما شطر المدينة، حتى إذا بلغاها لقي النبي عليه الصلاة والسلام، ودفع إليه رسالة باذان وقال له: إن ملك الملوك كسرى كتب إلى ملكنا باذان أن يبعث إليك من يأتيه بك، وقد أتيناك لتنطلق معنا، فإن أجبتنا كلمنا كسرى بما ينفعك ويكف أذاه عنك، وإن أبيت فهو من قد علمت سطوته وبطشه وقدرته على إهلاكك وإهلاك قومك. فتبسم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لهما: ارجعا إلى رحالكما اليوم وأتيا غدا. فلما غدوا على النبي صلوات الله عليه في اليوم التالي قال له: هل أعددت نفسك للمضي معنا إلى لقاء كسرى؟ فقال لهما النبي: لن تلقيا كسرى بعد اليوم، فلقد قتله الله، حيث سلط عليه ابنه شيرويه في ليلة كذا من شهر كذا. فحدقا في وجه النبي وبدت الدهشة على وجهيهما، وقال: أتدري ما تقول؟ أنكتب بذلك لباذان؟ قال: نعم، وقولا له إن ديني سيبلغ ما وصل إليه ملك كسرى، وإنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك. خرج الرجلان من عند الرسول صلوات الله عليه وقدما على باذان وأخبراه الخبر، فقال: لئن كان ما قاله محمد فهو نبي، وإن لم يكن كذلك فسنرى فيه رأيا. فلم يلبث أن قدم على باذان كتاب شيراويه، وفيه يقول: أما بعد، فقد قتلت كسرى ولم أقتله إلا انتقاما لقومنا، فقد استحل قتل أشرافهم وسبي نسائهم وانتهاب أموالهم، فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن عندك. فما إن قرأ باذان كتاب شيراويه حتى طرحه جانبا وأعلن دخوله في الإسلام، وأسلم من كان معه من الفرس في بلاد اليمن. هذه قصة لقاء عبد الله بن حذافة لكسرى ملك الفرس. فما قصة لقائه لقيصر عظيم الروم؟ لقد كان لقاؤه لقيصر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت له معه قصة من روائع القصص. ففي السنة 19 للهجرة بعث عمر بن الخطاب جيشا لحرب الروم، فيه عبد الله بن حذافة السهمي، وكان قيصر عظيم الروم قد تناهت إليه أخبار جند المسلمين وما يتحلون به من صدق الإيمان ورسوخ العقيدة واسترخاص النفس في سبيل الله ورسوله، فأمر رجاله إذا ظفروا بأسير من أسرى المسلمين أن يبقوا عليه وأن يأتوه به حيا. وشاء الله أن يقع عبد الله بن حذافة السهمي أسيرا في أيدي الروم، فحملوه إلى مليكهم وقالوا: إن هذا من أصحاب محمد السابقين إلى دينه، قد وقع أسيرا في أيدينا فأتيناك به. نظر ملك الروم إلى عبد الله بن حذافة طويلا، ثم بادره قائلا: إني أعرض عليك أمرا. قال: وما هو؟ فقال: أعرض عليك أن تتنصر، فإن فعلت خليت سبيلك وأكرمت مثواك. فقال الأسير في أنفة وحزم: هيهات، إن الموت لأحب إلي 1000 مرة مما تدعوني إليه. فقال قيصر: إني لأراك رجلا شهما، فإن أجبتني إلى ما أعرضه عليك أشركتك في أمري وقاسمتك سلطاني. فتبسم الأسير المكبل بقيوده وقال: والله
لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت. قال: إذن أقتلك. قال: أنت وما تريد. ثم أمر به فصلب، وقال لقناصته بالرومية: ارموه قريبا من يديه، وهو يعرض عليه التنصر فأبى، فقال: ارموه قريبا من رجليه، وهو يعرض عليه مفارقة دينه فأبى. عند ذلك أمرهم أن يكفوا عنه، وطلب إليهم أن ينزلوه عن خشبة الصلب، ثم دعا بقدر عظيمة فصب فيها الزيت ورفعت على النار حتى غلت، ثم دعا بأسيرين من أسار المسلمين فأمر بأحدهما أن يلقى فيها فألقي، فإذا لحمه يتفتت وإذا عظامه تبدو عارية. ثم التفت إلى عبد الله بن حذافة ودعاه إلى النصرانية، فكان أشد إباء لها من قبل. فلما يئس منه أمر به أن يلقى في القدر التي ألقي فيها صاحباه، فلما ذهب به دمعت عيناه، فقال رجال قيصر لملكهم: إنه قد بكى، فظن أنه قد جزع وقال: ردوه إلي. فلما مثل بين يديه عرض عليه النصرانية فأباها، فقال: ويحك، ما الذي أبكاك إذن؟ قال: أبكاني أني قلت في نفسي: تلقى الآن في هذه القدر فتذهب نفسك، وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس فتلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله. فقال الطاغية: هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ فقال له عبد الله: وعن جميع أسار المسلمين أيضا. قال: وعن جميع أسار المسلمين أيضا. قال عبد الله: فقلت في نفسي: عدو من أعداء الله، أقبل رأسه فيخلي عني وعن أسار المسلمين جميعا، لا ضير في ذلك علي. ثم دنا منه وقبل رأسه، فأمر ملك الروم أن يجمعوا له أسار المسلمين وأن يدفعوهم إليه، فدفعوا له. قدم عبد الله بن حذافة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبره خبره، فسر به الفاروق أعظم السرور، ولما نظر إلى الأسرى قال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ بذلك. ثم قام وقبل رأسه. حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ بذلك. ميسرة بن مسروق العبسي. ها نحن أولاء في مكة على رأس 3 سنوات من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه جبريل بقول الله جل وعز: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن مرحلة جديدة من مراحل الدعوة قد بدأت، وأن عليه أن ينتقل من طور الإسرار إلى طور الإعلان. فبادر الرسول صلى الله عليه وسلم لإنفاذ ما أمر به، وطفق يدعو الناس إلى الله جهرا بعد أن قضى 3 سنوات وهو يدعوهم سرا. فلم يترك مجتمعا من مجتمعات العرب إلا قصده، ولا قبيلة من قبائلهم إلا عرض نفسه عليها وسألها أن تؤويه وتحميه حتى يبلغ رسالة ربه. وكانت قبائل العرب تجتمع كل عام نحوا من 2 شهرين في أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز، فيبيعون ويشترون ويتناشدون الأشعار في المحافل ويتفاخرون بالمآثر على المنابر.
وتعزف لهم القيان بالمعازف، ويشهدون الرقص ويشربون الخمور، حتى إذا ما انتهوا من موسمهم هذا مضوا إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك حجهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتنم فرصة ذلك الموسم الكبير الذي يجمع شمل العرب، كل العرب، فيسأل عن القبائل قبيلة قبيلة، ويتتبع منازلهم منزلا فمنزلا، ويعرض عليهم دعوته، ويذكر لهم خذلان قومه له، ويسألهم أن يؤووه وينصروه حتى يبلغ رسالة ربه، ويعدهم على ذلك الجنة. فكان بعضهم يؤذيه بلسانه فيسخر منه ويستهزئ به، وبعضهم يؤذيه بيده فيرميه بالحجارة أو ينخس ناقته بعود أو نحوه فتجفل وتعثر، وبعضهم يرده ردا فيه شيء من الرفق وهم قليل. وعلى الرغم من ذلك الصد الذي يلقاه كان لا يمل ولا يكل ولا يفتر. وفي موسم من هذه المواسم كانت قبيلة عبس قد باعت واشترت، ثم خفت إلى منى لقضاء حجها، ونزلت عند الجمرة الأولى بالقرب من مسجد الخيف، فأقبل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب ناقته، وقد أردف خلفه حبه زيد بن حارثة. وكان بنو عبس قد سمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يروه بعد، فوقف عليهم ونزل إليهم، وأخذ يبشرهم وينذرهم بين يدي عذاب أليم، ويبين لهم محاسن الإسلام، ويتلو عليهم ما يتيسر له من آي القرآن، ويذكر لهم خذلان قريش له، ويدعوهم إلى إيوائه ونصرته حتى يؤدي رسالة ربه ويعدهم الجنة. وكان في القوم ميسرة بن مسروق العبسي، فالتفت إلى قومه وقال: تعالوا يا قوم نؤوي هذا الرجل وننصر، فوالله ما سمعت قبل اليوم كلاما أنور من كلامه أو أعدل. فالتفت إليه رجل من قومه وقال: دع عنك هذا يا ميسرة، والله إن قوم الرجل أدرى به منك، ولو كان فيه خير لما نبذوه، وتركوه يبذل نفسه للقبائل ثم لا يجد فيهم من يرضاه. وقاطعه آخر فقال: نعم، إليك عنه يا ميسرة، فوالله ما يرجع به رجل إلى قومه إلا عاد إليهم بشر ما يرجع به أهل هذا الموسم. فقال ميسرة: أحلف لكم بالله ليظهرن أمر هذا الرجل حتى يبلغ كل مبلغ، فاستمعوا إلى نصحي وآووه وانصروه. فطمع الرسول صلى الله عليه وسلم بميسرة وأقبل عليه وتشبث به، فقال له ميسرة: والله ما سمعت قبل هذا اليوم كلاما أحسن من كلامك، ولا دعيت إلى أمر أعدل من أمرك، ولكن قومي يخالفونني كما رأيت، وإنما الرجل بقومه. انقضى على لقاء ذلك الرهط من بني عبس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 عاما، نصر الله خلالها عبده وأعز جنده، وأظهر لنبيه صلى الله عليه وسلم أمره، ورفع له في الخافقين ذكره، وفتحت له مكة ودانت قريش لحكمه، وطفقت أفواج العرب التي لم تسلم بعد تفد عليه من كل مكان جماعة إثر جماعة لتسلم بين يديه وتبايعه على السمع والطاعة. وكان في من وفد عليه قبيل حجة الوداع بقليل ميسرة بن مسروق العبسي، فلما مثل بين يديه وشهد شهادة الحق قال: أعرفتني يا رسول الله؟ قال:
نعم، صاحب ذلك الموقف بالقرب من الخيف في منى. فقال ميسرة: والله يا رسول الله ما زلت منذ أنخت راحلتك في ذلك المكان حريصا على اتباعك، وأبى الله إلا ما ترى من تأخير إسلامي، وقد هلك عامة النفر الذين كانوا معي في ذلك اليوم، فأين هم يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل من هلك منهم على غير دين الإسلام فهو في النار. فبكى ميسرة وقال: الحمد لله الذي أنقذني بك من النار يا رسول الله، الحمد لله الذي أنقذني بك من النار يا رسول الله. ثم ما لبث أن لحق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، وآلت الخلافة إلى الصديق رضي الله عنه، وشبت نار فتنة الردة، وجعلت أكثر أحياء العرب تقول: نقيم الصلاة ولكننا لا نعطي الزكاة. وعظم الخطب على المسلمين، واشتد عليهم الكرب، وخافوا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجمها المرتدون، مستغلين خلوها من الجند بسبب بعث أسامة بن زيد. فكلم بعضهم الصديق وقالوا: اقبل منهم الصلاة ولا تلزمهم بالزكاة، واتركهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم فيزكوا. فانتفض الصديق لقولتهم هذه انتفاضة الأسد الجريح، وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والذي بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالحق، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وفي ذات يوم من أيام تلك الفتنة المدمرة العمياء، خرج ميسرة بن مسروق العبسي من ديار قومه في نجد على مرأى من المرتدين ومسمع، ومعه نفر كبير من قومه، وقد ساقوا أمامهم زكاة أموالهم من سمان الشياه وكرائم الإبل، وحملوها بأصناف الغلات مما تجب فيه الزكاة، ومضوا بها نحو أرض الحجاز، ترفعهم النجاد وتحطهم الوهاد، فإذا علوا مرتفعا كبروا، وإذا هبطوا منخفضا سبحوا. فلما بلغ ميسرة المدينة دخلها وهو يسوق أمامه ذلك القطيع الكبير الذي ازدحمت به الأزقة، حتى أناخه أمام بيت مال المسلمين، ففرح به أهل المدينة أعظم الفرح، وتلقاه الصديق بالغبطة، وقال له: بارك الله لك ولقومك بأموالكم وأثابكم الجنة. ثم أوصى بهم خالد بن الوليد. ومنذ ذلك اليوم توثقت عرى المودة بين ميسرة بن مسروق العبسي وبين سيف الله خالد بن الوليد، فانضوى ميسرة تحت لوائه ومضى معه مجاهدا في سبيل الله، على الرغم من أنه كان شيخا قد طعن في السن. وفي معركة فحل بالأردن اشتد البلاء على المسلمين، وكاد يظهر عليهم الروم، فبرز من معسكر الأعداء فارس موفور الشباب وثيق الخلقة شديد البأس، وجعل يطلب مبارزا يبارزه، فهابه الناس، فإذا بالشيخ المسن ميسرة بن مسروق يهب لمبارزته، فرده خالد وقال: ليس لك به طاقة، فهو شاب شديد الفتاء وأنت شيخ معمر. فلم يستمع ميسرة لقوله، وهم بالمضي نحو الفارس، فدفعه خالد إلى الصف وهو يقول: أما بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعة، فأطع وارجع إلى صفك. عند ذلك برز للفارس الرومي شاب من شبان المسلمين، وما زال يقاتله حتى قتله،
وكأن الله تباركت حكمته قد ادخر ميسرة في ذلك اليوم ليكون أول قائد مسلم يقود جيشا من 6000 مقاتل ويدخل بهم أرض الروم غازيا في سبيل الله، ثم يعود من غزوته مؤيدا بنصر الله حاملا معه من الأسلاب والغنائم ما فاق كل تقدير، معبدا الطريق أمام جند المسلمين منذ عهده إلى زمن محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية فيما بعد. أبي بن كعب الأنصاري. من هذا الذي ذكر في الملأ الأعلى للرسول عليه الصلاة والسلام باسمه واسم أبيه؟ من هذا الذي أمر النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم بأن يقرأ عليه القرآن فقرأه عليه؟ من هذا الذي كان عمر بن الخطاب يدعوه بسيد المسلمين فلا ينازعه في هذا الشرف أحد؟ إنه الصحابي الجليل أبي بن كعب الأنصاري النجاري، كاتب وحي الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وأحد عباقرة المسلمين، وعلم من أعلامهم المبرزين. أسلم أبي بن كعب حين وفد على يثرب مصعب بن عمير أول مبشر بالإسلام، لكن أبيا لم يكن بحاجة إلى داع يدعوه إلى دين الله أو مبشر يبشره بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنه كان من العلماء النادرين الذين حذقوا الكتابة في الجاهلية وأشبعوا الكتب المقدسة التي كانت عند اليهود والنصارى بحثا ودرسا، فعرف النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينبأ، عرفه باسمه المحدد وصفاته المميزة الدقيقة وعلاماته الفارقة الواضحة، فكان أشد معرفة له من أحد المقربين له. ولما خرج النفر 70 السابقون إلى الإسلام من يثرب إلى مكة ليبايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة، كان أبي بن كعب في طليعة المبايعين. ثم إن الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم حين قدم إلى المدينة المنورة اتخذ أبي بن كعب كاتبا له، فصدرت عهود النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعقوده وأعطياته وكتبه مذيلة باسم هذا الصحابي الجليل، حيث كان يكتب في ذيل كل كتاب: شهد عليه فلان وفلان وكتبه أبي بن كعب. ثم درج علماء المسلمين من بعد ذلك على أن يوقعوا ما يكتبونه بقولهم وكتبه فلان، وإنما فعلوا ذلك تأسيا بأبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قلد أبي بن كعب شرفا يتضاءل عنده كل شرف وأولاه ثقة تتصاغر أمامها كل ثقة، وذلك حين ائتمنه على القرآن الكريم، حيث جعله أحد كتاب الوحي، فأتيح له أن يتلقى الكتاب العزيز غضا طريا من فم الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقد تذوق أبي بن كعب من حلاوة القرآن الكريم ما لم يتذوقه إلا النفر القليل من صحابة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، فقد رأى في كتاب الله العزيز
من روعة البيان وقوة الإعجاز وسمو التوجيه وغزارة المعاني ما لم يقع على شيء منه في الكتب التي دأب على قراءتها من قبل. لذلك أقبل على كتاب الله بقلبه ولبه، وانقطع له بروحه وجسده، حتى أصبح شغله الشاغل وعمله المتواصل وراحة نفسه ومتعة فؤاده. فكان يكتبه وحيا حين ينزل به الروح الأمين على فؤاد محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وكان يتلوه خاليا فلا يقطعه عنه إلا شغل شاغل لا مندوحة عنه، أو نوم غير متواصل لا بد منه، وكان يتدبره متعلما ومتفقها، وينفذ إلى أعماقه معلما ومفقها، حتى غدا من أوثق حملة القرآن بين المسلمين. فكان الناس يقولون: أرحم المسلمين بأمة محمد أبو بكر الصديق، وأقواهم في دين الله عمر بن الخطاب، وأقضاهم بين المتقاضين علي بن أبي طالب، وأعرفهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت، وأصدقهم لهجة أبو ذر الغفاري، وآمنهم على أمة محمد أبو عبيدة بن الجراح، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب. وقد خطب الفاروق ذات يوم بالجابية فقال: أيها الناس، من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني، فإن الله جعلني عليه واليا وله قاسما. وقد تفضل الله على أبي بن كعب بمكرمة هزت فؤاده شكرا لله وحمدا له، وأسالت عبراته فرحة بما أكرمه به، وابتهاجا بما أغدقه عليه وخصه به من دون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أقبل ذات يوم على أبي بن كعب وقال: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك القرآن يا أبي. فاستشرف له أبي وكأنه لم يصدق ما سمعته أذناه، وقال: الله سماني لك يا رسول الله، أو ذكرت عند رب العالمين؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، إن الله عز وجل سماك لي يا أبي. فاستطار فرحا، وجعلت عيناه تفيضان من الدمع، وطفق لسانه يتلجلج بحمد الله والثناء عليه. وفي ذات مرة أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يختبر أبي بن كعب، فسأله قائلا: أي آية في القرآن أعظم يا أبي؟ فقال: أعظم آية في كتاب الله قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فسر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بإجابته، وضرب بيده الشريفة على صدره وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر، ليهنك العلم. وقد بلغ من مكانة أبي بن كعب في الدين أنه كان أحد الستة الذين يفتون والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حي قائم بين ظهور المسلمين. فلقد كان يفتي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 3 من المهاجرين، هم عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، و3 من الأنصار، هم أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت.
وكما كان أبي بن كعب نجما متألقا في أفق العلم، فقد كان علما سباقا في حلبة التقى والصلاح، ونبراسا فذا في مجالات الزهادة والعبادة. من ذلك أنه سمع رجلا يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا، هل لنا بها شيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنها كفارات ذنوبكم. فالتفت إليه أبي بن كعب وقال: وإن قلت يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وإن كانت شوكة فما فوقها. فدعا أبي على نفسه ألا تفارقه الحمى حتى يموت، وألا يشغله ذلك عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة. فما مسه إنسان بعد ذلك إلا وجد فيه حر الحمى حتى مات. وقد نظر أبي بن كعب نفسه بعد التحاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى لإقراء الناس كتاب الله وتفقيههم بدين الله وتعليمهم شريعة الإسلام وإرشادهم إلى طريق الجنة، فكثر إقبال الناس عليه وازدحامهم حوله. من ذلك أن رجلا جاءه فقال: أوصني يا صاحب رسول الله. فقال: اتخذ كتاب الله إماما، وارض بما جاء فيه قاضيا وحكما، فإنه الخلف الذي استخلفه فيكم نبيكم. واعلم أن القرآن العزيز شفيع لكم مطاع وشاهد عليكم لا يتهم، وأن فيه ذكركم وذكر من قبلكم وحكم ما بينكم، وفيه خبركم وخبر ما بعدكم. وجاءه رجل آخر فقال: عظني يا أبا المنذر. فقال: لا تدخلن فيما لا يعنيك، ولا تغبطن حيا بشيء إلا ما تغبطه به ميتا، ولا تطلب حاجة ممن لا يبالي ألا يقضيها لك. وقد أما المسجد رجل محزون القلب على رزق أخذ منه، فحياه أبي بن كعب وطيب نفسه وقال له: ما من عبد ترك شيئا لله عز وجل إلا عوضه به ما هو خير منه، وما من عبد أخذ شيئا من حيث لا يحل له إلا سلبه الله عز وجل ما هو أعظم منه. وقد ظل أبي بن كعب رضوان الله عليه موئلا لطلاب العلم حتى عمر وشاخ، وظل الناس يقصدونه من كل مكان حتى وافاه الأجل. حدث جندب ابن عبد الله البجلي قال: أتيت مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أبتغي العلم، فدخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الناس فيه حلق حلق يلتفون حول أهل العلم، فجعلت أمضي من حلقة إلى أخرى حتى أتيت حلقة فيها رجل شاحب اللون مهزول الجسم عليه ثوبان كأنما قدم من سفر، فجلست إليه فتحدث ما شاء الله أن يتحدث، ثم قام يريد الانصراف إلى بيته، فقلت لرجل قريب مني: من هذا؟ فقال: ويحك، ألا تعرفه؟ هذا سيد المسلمين اليوم، هذا أبي بن كعب الأنصاري. قال جندب: فتبعته حتى أتى منزله، فإذا هو كمنازل الفقراء، وإذا هو يعيش فيه عيشة رجل زاهد منقطع. فسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، ثم قال: ممن أنت؟ فقلت: من أهل العراق. ثم هممت أن أسأله، فقال:
لقد أكثرتم علي اليوم. فأغضبني قوله، وجثوت على ركبتي واستقبلت القبلة ورفعت يدي وقلت: اللهم إنا نشكوهم إليك. فنحن ننفق نفقاتنا وننصب أبداننا ونضني مطايانا ابتغاء العلم، فإذا لقيناهم تجهموا لنا. فما إن سمع أبي بن كعب كلامي حتى اندفع يبكي، ثم طفق يترضاني ويقول: ويحك، إني لم أرد ذلك ولم أذهب إلى ما بدا لك. ثم قال: اللهم إني أعاهدك على إن أبقيتني إلى يوم الجمعة لأتكلمن بما سمعته من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولا أخشى فيه لومة لائم. فلما قال ذلك انصرفت وجعلت أنتظر يوم الجمعة. فلما كان يوم الخميس خرجت لبعض حاجتي، فإذا السكك غاصة بالناس، فلا أجد سكة إلا ألقى فيها جموعا متراصة. فاستوقفت بعضهم وقلت: ما شأن الناس؟ فقالوا: إنا نحسبك غريبا. فقلت: نعم، إني غريب. فقالوا: مات سيد المسلمين، مات أبي بن كعب الأنصاري. نضر الله ضريح أبي بن كعب حامل كتاب الله وكاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنه وأرضاه. سعد بن معاذ. كان سعد بن معاذ يوم أهل نور النبوة فارسا من أعز فرسان يثرب نفرا، وأعلاهم سلطانا وأعرضهم جاها، وكان في الذروة من بني عبد الأشهل، وكان بنو عبد الأشهل في الذروة من الأوس، وكان هو فتى الأوس وسيدها، يستمع إلى أخبار الداعية المكي مصعب بن عمير فلا يعيرها كثيرا من اهتمامه، وكان يعلم أنه حل في ضيافة ابن خالته سعد بن زرارة، وأنهما يتعاونان على بث الدعوة للدين الجديد في ربوع يثرب، فلا يعترض سبيلهما رعاية لحق ابن خالته عليه. وبينما كان سيد الأوس يتجول في ضواحي ديار بني عبد الأشهل ومعه أسيد بن الحضير، إذ رأى الداعية المكي ومضيفه في بستان قريب من منازل قومه يستريحان في ظل نخيله ويستقيان من ماء بئره، وقد اجتمع عليهما طائفة من المؤمنين بالدين الجديد، وطفقوا يسألون مصعبا أن يفقههم في دين الله وأن يقرئهم شيئا من كتاب الله. فكبر ذلك على سيد الأوس، وعز عليه أن تبلغ الجرأة بابن خالته وضيفه حدا جعلهما يجهران بدين محمد في عقر داره. فقال لأسيد بن الحضير: لا أبا لك يا أسيد، انطلق إليهما وانظر إلى هذا الرجل المكي الذي أتى ليعيب ديننا وينتقص من آلهتنا ويفتن ضعفاءنا، فازجره عن أن يقترب من ديارنا بعد اليوم. ثم أردف يقول: ولولا أن ابن زرارة هو ابن خالتي وهو مني حيث تعلم لكفيتك ذلك، ولكان لي معهما شأن آخر. أخذ أسيد بن الحضير حربته وتوجه نحو سعد بن زرارة وصاحبه مصعب بن عمير حتى وقف عليهما،
فابتدره مصعب بوجهه الطلق وكلمته اللينة، وأخذ يدعوه إلى الإسلام، وطفق يقرأ عليه من آي القرآن ما يستلين القلوب القاسية ويستميل النفوس النافرة، حتى أشرق وجهه وانبسطت أساريره، وقال لمصعب: ما أعذب هذا الكلام وما أحسنه، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين الجديد؟ قال: تغتسل وتطهر ثوبك، ثم تشهد شهادة الحق وتركع ركعتين لله، وهذا الماء منك قريب. فقام أسيد إلى الماء من توه، فاغتسل وشهد شهادة الحق وركع ركعتين لله، ثم قال لمصعب: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرسله لكما الآن، فأحسن التأتي له. عاد أسيد إلى نادي القوم، فلما رآه سعد بن معاذ مقبلا نظر إليه وقال لمن معه: أحلف بالله إن أسيدا جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به. ثم التفت إليه وقال: ما فعلت يا أسيد؟ فقال: كلمت الرجلين، فوالله ما رأيت بهما بأسا. فنهض سعد بن معاذ مغضبا وأخذ الحربة من يد أسيد وقال: والله ما أراك أغنيت شيئا، ولئن دام الأمر على هذه الحال لأجدنهما غدا في داري يدعوان زوجي وأولادي إلى ترك ديني ودين آبائي وأجدادي. توجه سعد بن معاذ إلى حيث يجلس مصعب وصاحبه، فلما رآه ابن خالته سعد بن زرارة مقبلا قال لمصعب: أي مصعب، لقد جاءك والله سيد قومه، وإنه إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم أحد، فاصدق الله فيه وانظر ماذا أنت فاعل. فما إن بلغهما سعد ووقف عليهما حتى اتجه إلى ابن خالته وبادره قائلا: يا أبا أمامة، أما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما طمعت هذا مني، أتغشانا في ديارنا بما نكره؟ فبادره مصعب بن عمير بوجهه الطلق وكلمته الحلوة وقال: ألا تقعد فتسمع؟ فإن رضيت ما نقوله ورغبت فيه قبلت دعوتنا، وإن كرهته تحولنا عنك الساعة. فاستلان هذا الكلام قلب سعد وقال: والله أنصفت، هات ما عندك. فانطلق مصعب فعرض الإسلام على سعد بن معاذ أحسن ما يكون العرض، وقرأ عليه من القرآن ما خشع له قلبه واطمأنت إليه جوارحه وسبحت معه روحه. فما لبث أن قال لمصعب: كيف يصنع من أراد الدخول في هذا الخير؟ والله ما سمعت كلاما أبر ولا أكرم من هذا الكلام. ولم يبرح سيد الأوس مكانه إلا بعد أن أعلن كلمة الحق وانضم إلى ركب الإيمان. أخذ سعد بن معاذ حربته وعاد أدراجه إلى نادي قومه، فلما رأوه مقبلا قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما بلغ النادي قال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا حقا، وأفضلنا رأيا، وأكملنا عقلا. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فما أمس في ديار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة. ومنذ ذلك اليوم انتقل مصعب بن عمير أول مبشر بالإسلام إلى منزل سيد الأوس سعد بن معاذ، واتخذ بيته موئلا للدعوة، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال مسلمون ونساء مسلمات، وبذلك فتحت أبواب يثرب في وجوه المهاجرين من مكة، فطفقوا يتوافدون عليها جماعات وفرادا، ويجدون في رحابها
الحماية والأمن. لقد كان إسلام سعد بن معاذ خيرا للإسلام وبركة على المسلمين، وكان له من جليل المواقف في نصرة الدعوة ما ملأ نفس الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حبا له وإعجابا به. ففي يوم بدر حين خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لاعتراض عير قريش، ما لبث أن وجد نفسه في موقف حرج، ذلك أن المسلمين ما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا للاستيلاء على قافلة لا يزيد عدد حماتها على 40 رجلا، ثم تحول الأمر فجأة إلى مجابهة مع جيش لجب يقوده العناد وتثيره الأحقاد ويدفعه التحدي. ولم يكن مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلا 317 رجلا، وكان عليه أن يتخذ القرار الحاسم، فإما أن يعود إلى المدينة تاركا جيش المشركين يجوس خلال الديار ويباهي بقوته أمام القبائل الضاربة بين مكة والمدينة، وإما أن ينازل جيش المشركين الكبير بجيشه الصغير. وكان هذا القرار يتوقف على موقف الأنصار، ذلك لأن جل جيشه منهم، وهم الذين سيحملون عبء المعركة على كواهلهم. ثم إنهم حين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في العقبة الثانية تعهدوا له بحمايته مما يحمون منه أنفسهم وأبناءهم وأهليهم، ولم يعدوه بالقتال معه خارج ديارهم. عند ذلك وقف سعد بن معاذ وأعلن في كلمات حازمة عزم الأنصار على خوض المعركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، إنا يا رسول الله لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أشد السرور وأعظمه، وعقد راية الأنصار لسعد بن معاذ وراية المهاجرين لعلي بن أبي طالب. وفي يوم الخندق كان لسعد موقف مشهود، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حين رأى شدة وطأة الأحزاب على أهل المدينة أراد أن يخفف عنهم، ففاوض قادة غطفان على إعطائهم ثلث ثمار المدينة إذا تركوا قتال المسلمين، فرضوا بذلك. فلما عرف سعد بن معاذ ما يدور بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وغطفان، أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أهذا أمر تحبه فنصنعه لك، أم شيء أمرك الله به فنسمع ونطيع، أم هو أمر تصنعه لنا لتخفف عنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل هو أمر أصنعه لكم، ووالله ما صنعته إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن يد واحدة. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، والله لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، فما طمعوا أن ينالوا منا ثمرة إلا بشراء أو قراء، وحين أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بك نعطيهم هكذا من أموالنا؟ والله يا رسول الله ما نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم، وهو خير الحاكمين. فسر الرسول الكريم بمقالة سعد وصرف الأمر. وفي يوم الخندق هذا أصيب سعد بسهم قطع أكحله، وهو عرق إذا قطع لا يتوقف الدم، وأورده موارد الموت. وفيما كان فتى الإسلام سعد بن معاذ يحتضر، كان رسول الله صلوات الله عليه
يضع رأسه في حجره ويسجيه بثوب أبيض وينظر إليه في لوعة وحزن ويقول: اللهم إن سعدا جاهد في سبيلك وصدق رسولك وقضى الذي عليه، فتقبل روحه بخير ما تقبلت به روحا. فانبسطت أسارير سعد وهو يعالج سكرات الموت، وفتح عينيه وقال: السلام عليك يا رسول الله، أما إني أشهد أنك لرسول الله. ثم فاضت روحه الطاهرة إلى باريها. أبو عقيل الأنيقي. استفحل أمر مسيلمة الكذاب واشتد، فقد اجتمع له 40,000 من قومه بني حنيفة، وظاهرهم نحو من 20,000 من الأحلاف، فكان جيشه أعظم جيش عرفته العرب حتى ذلك اليوم. وكان في الوقت نفسه يزيد أضعافا مضاعفة على جيش خليفة المسلمين أبي بكر الصديق رضوان الله عليه. ولم يكن الخطر الداهم الذي حل بالمسلمين آنذاك مقصورا على مسيلمة الكذاب وجيشه اللجب الموحد المتماسك، وإنما كان يبرز هذا الخطر أيضا في المرتدين الآخرين الذين كانوا في جملتهم يؤمنون بالله ويشهدون أن محمدا رسول الله ولا يمارون في إقام الصلاة، غير أنهم كانوا يطالبون بأن يكف الخليفة عن مطالبتهم بإيتاء الزكاة. أما مسيلمة الكذاب ومن معه فكانوا ينكرون نبوة محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ويكفرون بالكتاب العزيز الذي أنزله الله عليه، ويؤمنون بنبي يفتري على الله الكذب. فإذا قدر لهذه القوة الهائلة أن تنتصر فإن ذلك سيفضي إلى القضاء على الإسلام وأهله، وألا يعبد الله في جزيرة العرب بعد ذلك اليوم. رمى الصديق رضوان الله عليه مسيلمة الكذاب بجيش يقوده عكرمة بن أبي جهل، وعكرمة إن كنت لا تعلم فارس هيجاء وبطل معامع وابن حروب، ثم إنه جعل تحت لوائه أبطالا صناديد أنجادا معودة سيوفهم على النصر. لكن مسيلمة الكذاب نكبهم نكبة أطارت صواب المسلمين، وأثارت غضب خليفتهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فطير رسولا من عنده ليمنع الجيش المنهزم من العودة إلى المدينة حتى لا يفت في عضد المسلمين، وأمره بالبقاء حيث هو، ثم كتب إليه كتابا يلومه فيه على تعجله قبل استكمال عدده وعدته، ويقول له: لا أرينك ولا ترني، ولا ترجعن إلى المدينة فتوهن عزائم المسلمين وتفت في عضدهم. هزت هزيمة عكرمة ضمائر المسلمين هزة، وفتحت عيونهم أكثر من ذي قبل على الخطب الداهم، وهب الخليفة لاستنقاذ الإسلام والمسلمين من هذا الخطر المحدق، فأخلى بعض الساحات من جند المسلمين، وتغاضى إلى حين عن المرتدين الذين أبوا دفع الزكاة، وذلك ليحشد لمسيلمة أكبر جيش يستطيع حشده، وليوفر لهذا الجيش أضخم طاقة تكفل له النصر بإذن الله تعالى. كون الصديق جيشه من فيالق 3: أولها فيلق المهاجرين الذين كابدوا في سبيل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما كابدوا، وعانوا من أجل الدعوة ما عانوا، وبنوا بأيديهم صرح الإسلام لبنة لبنة، ومزجوا ترابها بالعرق والدموع. وثانيها
فيلق الأنصار الأبرار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآزروه ومنعوه وحاربوا معه أعداء الله فشهدت لهم الحروب. وثالثها فيلق أبناء البوادي أصحاب القوة والبأس والنجدة. ثم جعل في الجيش جمهرة من القراء حملة كتاب الله، وكان عليهم حريصا وبهم ضنينا. ثم ضم إليهم البدريين، على الرغم من أنه كان يقول عنهم: لا أستعمل هذه النخبة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب، وإنما أستبقيهم لصالح الأعمال، فإن الله تبارك وتعالى قد يدفع بهم من البلاء أكثر مما يأتي على أيديهم من النصر. ثم عقد لواء الجيش لسيف الله المسلول خالد بن الوليد. التقى الجمعان على أرض اليمامة، فصف مسيلمة جنوده بعقرباء، وجعل وراء الجيش النساء والأطفال والأموال، وصف خالد جنوده في قبالة جيش عدوه، ووقف الجيشان يتربصان الأمر بالهجوم الكاسح، وكان كل من الفريقين يرى عين اليقين أن هذه المعركة إنما هي معركة فناء أو بقاء. وقف شرحبيل بن مسيلمة الكذاب يهز مشاعر النخوة والعصبية عند بني قومه فقال: يا بني حنيفة، إن هذا اليوم يوم الغيرة والحمية، فإن هزمتم فسترون النساء اللواتي احتمين بكم سبيات، فامنعوا نساءكم وأطفالكم، وقاتلوا عن أحسابكم وأنسابكم، وشدوا على عدوكم. فما كاد ينهي كلامه حتى انصب بنو قومه على صفوف المسلمين انصباب الصخور، وتدفقوا عليهم تدفق السيل، فانثنى صف المسلمين هزيما، وأزيل خالد بن الوليد عن فسطاطه، ووقعت زوجته أم تميم في قبضتهم، فهموا بقتلها لولا أن أجارها رجل منهم فسلمت. تلقى خالد الصدمة رابط الجأش ثابت الجنان، ذلك لأنه لم يخامره شك في نصر الله، ولا مسه قنوط بتأييده، ففكر واستشار، فهداه التفكير والمشورة إلى أن سبب الهزيمة إنما هو تواكل فيالق المسلمين الثلاثة بعضها على بعض، فصاح في الجيش: امتازوا أيها الجند، امتازوا، ليعلم بلاء كل فريق منكم، وليعرف المسلمون من أين أتوا. فجرت صيحة خالد بن الوليد حمية المسلمين لدين الله، وأججت أشواقهم إلى الاستشهاد في سبيل الله، ورفعت عن أعينهم الحجب، فرأوا قصور الجنة مفتحة الأبواب لاستقبال الشهداء. عند ذلك برزت في صفوف المسلمين بطولات لم تخطط يد التاريخ أجل منها وأعظم، وظهرت في جند الله رجولات لم تكنن أسفاره أعز منها ولا أكرم. وكان في طليعة هؤلاء الأبطال بطل قصتنا هذه عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة الأنصاري، المكنى بأبي عقيل الأنيقي. فلنستمع إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب، فهو الذي سيروي لنا قصته الرائعة. قال عبد الله بن عمر: لما اصطف المسلمون للنزال يوم اليمامة، كان أبو عقيل الأنيقي يغلي كالمرجل ويتوثب كالليث، فما إن نشب القتال حتى جعل نحره دون نحور المسلمين، وأقام صدره دون صدورهم، فكان أول من أصيب بسهم في ذلك اليوم. لقد دخل السهم في صدر أبي عقيل الأنيقي، واستقر بين كتفيه دون أن يمس فؤاده، ولو مسه لمات لساعته، فمد يده إلى السهم وانتزعه من بين كتفيه، وثبت يقاتل حتى أوهن الجرح شقه الأيسر، ثم ما لبث أن خارت
قواه وسقط في مكانه مقبلا غير مدبر، فاحتملناه إلى رحله وجعلناه فيه، وكان غير بعيد عنا. فلما حمي وطيس المعركة وتضعضع المسلمون، سمع أبو عقيل البراء بن مالك الأنصاري ينادي: أين أنتم يا معشر الأنصار؟ أين أنتم؟ أنا البراء بن مالك الأنصاري، هلموا إلي يا معشر الأنصار. ثم رأى معنى بن عدي الأنصاري يكسر غمد سيفه ويثب إلى المقدمة ويعلو نشزا من الأرض ويصيح: الله الله يا معشر الأنصار، الكرة الكرة على عدوكم، يا من نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر: فنظرت إلى أبي عقيل فرأيته ينهض واقفا، فدنوت منه وقلت: ما تريد يا عم؟ فقال: أما سمعت البراء بن مالك الأنصاري ومعنى بن عدي يناديان؟ فقلت: إنهما لم ينادياك ولم يسميا أحدا بعينه، ثم إنهما لا يعنيان الجرح. فقال: إنما يناديان الأنصار وأنا واحد منهم، وإن علي أن أجيبهما ولو حبوا. ثم تحزم وأخذ السيف بيده اليمنى وجعل ينادي: يا للأنصار كرة ككرة حنين، يا للأنصار كرة ككرة حنين. فاجتمع الأنصار وتراصوا وتقدموا المسلمين وتفانوا حتى أقحموا مسيلمة ومن معه حديقة الموت، فاختلطنا بهم نحن معشر المهاجرين، وآزرت سيوفنا سيوفهم. ثم لاحت مني التفاتة، فإذا أبو عقيل عند باب حديقة الموت، وقد قطعت يده من المنكب ووقعت على الأرض، وبه من الجراح 14 جرحا كلها مميت. فوقفت عليه وهو صريع بآخر رمق وقلت: أبا عقيل. فقال بلسان ملتاث: لبيك، لمن الهزيمة؟ قل لي لمن الهزيمة؟ فقلت: أبشر، فقد قتل عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم. فرفع إصبعه إلى السماء يحمد الله عز وجل ويثني عليه، ثم لفظ آخر أنفاسه. قال عبد الله بن عمر: فلما عدت إلى المدينة أخبرت الفاروق بخبر أبي عقيل كله، فدمعت عيناه وقال: رحم الله أبا عقيل رحمة واسعة، فإنه ما زال يسأل الله الشهادة ويلح في طلبها حتى نالها، ولقد كان ما علمت من أخيار أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصفوة أتباعه.